النهارده نبدأ ونقول إحنا هنتكلم عن إيه الأول. طيب، إحنا النهارده هنتكلم عن الreference وإزاي نبُص على الreference وإزاي نحلل الreference وإزاي نفصّصه ونفهم منه إيه اللي مخلّي الreference ده حلو كده، إيه اللي مخلّي الصورة دي حلوة كده، إيه اللي مخلّي الdesign ده مضبوط كده، وإيه اللي مخلّيني عايز أعمل زيه. طيب، ولو أنا عايز أعمل زيه إزاي؟ من غير ما أكون بانحته، من غير ما أكون باقلده تقليد حرفي. فاللي إحنا عايزين نعمله مع بعض النهارده إن إحنا هنمسك ال7 ديزاينات دول، هنبدأ نفصصهم ونحللهم ونتكلم عنهم واحد، واحد، ونفهم إيه الconcepts أو إيه الtricks اللي مخلية كل واحد فيهم حلو، تمام، وإزاي نقدر نطبّقها في شغلنا من غير ما نكون بننحت ديزاينات. بحيث إن إحنا كمان نقدر إن إحنا نطلّع designs بhigh quality زي دول من دماغنا عادي، من غير ما نحتاج إن إحنا ندوّر على references وهكذا، نبقى إحنا الreference actually يعني إن شاء الله. خلّينا نبدأ على طول، وخلّينا نبدأ بده، لإن الdesign ده تحديدًا. أنا صوتي واضح صح؟ ما فيش حاجة مت م م يعني متداخلة مع صوتي؟ تمام، عشان في دوشة في الشارع، أتمنى إن شاء الله ما تكونش مأثّرة على الrecording. المهم، طيب خلّينا نبدأ بالdesign ده. الdesign ده أنا شُفته يعني منحوت ومتكرر ومتقلد 200 مرّة ويعني actually في سبب ورا ده، إن هو فعلًا حلو، هو فعلًا حلو. طيب إيه بقى اللي مخلّيه حلو؟ خلّينا الأول يعني نتفق مع بعض اتفاق، إن إحنا هنحلل الdesigns أو هنفصّص الdesigns بناءً على mainly 5 حاجات، يعني 5 حاجات أساسية هنتكلم عنها. خلّيني أكبّر البتاع ده كده. في 5 حاجات أساسية هي اللي هنتكلم عنها. أول حاجة الcomposition أو التركيب أو التكوين بتاع الdesign، وده أول حاجة هنفصصها. تاني حاجة الألوان الcolors، تمام. تالت حاجة وهي الtypography أو الtext، إزاي الdesign مستخدم فيه الtext، تمام. رابع حاجة وهي الlighting، ماشي. وخامس حاجة وهي الtextures، تمام. دول ال5 حاجات الأساسية. ممكن design مثلًا يطلع فيه حاجة 6 أو 7، ولكن دول ال5 أعمدة الأساسية اللي أنا شخصيًا بابُص عليهم وباحللهم أول ما عيني بتُقع على أي reference عاجبني، حلو. دول الأساسيات اللي هي ما فيهاش جدال. طيب، خلّينا نبدأ بأول design ده وبأول نقطة وهي الcomposition. إيه اللي في الcomposition بتاع الdesign ده حلو؟ أولًا الcomposition هنا symmetrical. symmetrical بمعنى إنه لو رسمنا خط وهمي بالنُص كده، هنلاقي إن نُص الdesign اليمين زي نُص الdesign الشمال بالضبط، من حيث الكتلة، من حيث الفراغ، من حيث كل حاجة تقريبًا symmetrical. والسيمترية دي خالقة شكل مريح للعين وشكل جذاب وشكل effortless، يعني هو جذاب من غير مجهود، من غير حرق، تمام. أنت الطبيعي كل حاجة مترتبة، كل حاجة متنظمة في مكانها، فبالتالي ده خالق راحة وcomposition متوازن جدًا وقوي جدًا. طيب، في مشكلة في الcompositions اللي هي بتبقى symmetrical، إن هي أحيانًا بتكون مملة، لإن كل ما كانت كل حاجة منظمة، أحيانًا ده بيخلّي في ملل في الdesign. طيب، هنا الملل ده مكسور إزاي؟ الملل ده مكسور بإن أنت عندك خطوط بالعرض كتير، اللي هي خط الأفق، خطوط الموج، خط الشط، الخطوط بتاعة الرملة اللي على الشط وهكذا. عندك خطوط بالعرض كتير، تمام. الشمسية دي نفسها ممكن تعتبر خط بالعرض أو curve مثلًا بالعرض، حلو. الخطوط اللي بالعرض دي بيتقاطع معاها العناصر الرئيسية بقى اللي أنت عايز تبرزها، زي إيه؟ زي الشمسية، زي طبعًا الproducts. ال2 products اللي عندنا طريقة عرضهم بشكل رأسي أو بشكل مايل شوية كمان، بتتقاطع مع كل الخطوط الوهمية اللي في الdesign، وده تلقائيًا بيجذب عينك على الproduct. تخيل معايا لو الdesign ده بدل ال2 شيزلونجز دول، كان في شيزلونج واحد بس مثلًا، والproduct نايم على الشيزلونج بالعرض، تمام. جاذبية
البرودكت لعينك كانت هتكون اقل، ونسبه الرتابه او الملل في الديزاين كانت هتبقى اكتر، لان كل الخطوط او كل الاوبجكتس عندك آه، اتجاهها في نفس الاتجاه اللي هو ايه، بالعرض. هنا بقى العكس، هنا انت عندك كل حاجه في الباك جراوند بالعرض، ما عدا المين اليمنت او الاليمنت اللي انت عايز الفوكس والاتنشن يبقى عليه، موجود بشكل رأسي وبشكل مايل شويه كمان، عشان يدي حته دايناميك، عشان يخلي الكومبوزيشن دايناميك شويه او في حركه شويه. حلو. فالنقطتين دول في الكومبوزيشن مخليين الديزاين ككل حلو جدا جدا جدا. تالت حاجه من ضمن الكومبوزيشن برضو، وهي النيجاتيف سبيس او المساحه البيضاء او المساحه الفاضيه. الديزاين حلو جدا في ان هو سايب نيجاتيف سبيس، ما شاء الله، يعني كريم جدا في النيجاتيف سبيس، كل ده نيجاتيف سبيس. طيب النيجاتيف سبيس دي عامله ايه؟ النيجاتيف سبيس دي مخلياني ببساطه قادر اول ما ابص على الصوره ابص على الحته دي على طول، مش هتوه. تمام، هي الحته دي على طول عيني تلقائيا هتروح هنا. العين اصلا بطبيعتها لما بتيجي تشوف اي صوره مش بتشوف الصوره كلها. حلو، مش بتشوف الصوره كلها، طبيعي انها بتركز في القلب بتاع الصوره اول حاجه. حلو، وبتقضي هنا اكتر وقت. فمش منطقي ان انت تخلي الاليمنتس بتاعتك مفروده على كل الديزاين. ماشي، لان ببساطه انا مش هشوف كده الاليمنت كامل، او مش هشوفه، لو شفته كامل فمش هشوفه باريحيه. انا الاريحيه بالنسبه لي ان انا اول ما هبص في القلب هنا كده اشوف كل حاجه، او يعني اشوف كل الحاجات المهمه. حلو، لو انت هتحط اي اليمنتس تانية في المساحه اللي حوالين النقطه دي، تكون اليمنتس ثانويه او عناصر ثانويه في الديزاين. حلو. فتلقائيا المساحه الفاضيه او المساحه البيضاء اللي ما شاء الله يعني كريمه هنا، خلقه تركيز او خلقه يعني برضو فوكس قوي جدا على البرودكتس. تمام، دي من حيث كده، من حيث الكومبوزيشن اتكلمنا عليه. حلو، يبقى قلنا سيمتريكال، وقلنا ان فيه تقاطع، والبرودكت بشكل طولي وكل حاجه تانية بشكل عرضي، وقلنا على فكره المساحه البيضاء. طيب بالنسبه للالوان، بالنسبه للالوان الكالر باليت هنا، او الالوان هنا، الكالر بالانس هنا عامه قوي جدا، لانه معتمد على حاجه اسمها الكومبلمنتري هارموني او كومبلمنتري كالر هارموني. يعني ايه الكلام ده؟ لو جينا آه، بصينا على عجله الالوان، يعني نتخيل ان دي كده عجله الالوان، واللي شاف برضو السيشن اللي فاتت هيبقى فاهم الكلام دوت. فالالوان هنا متوزعه على المحيط بتاع العجله وهكذا. فانت لو اخترت اي لون على العجله، وليكن زي ما موجود هنا كده اللون الاورنج، او الدرجه اللي هي ناحيه الاورنجات شويه دي، بتاعه الباكجينج وبتاعه البراندنج. حلو، لو اخترت اللون ده على الكالر ويل، هتلاقي ان مقابله 180 درجه كده، مقابله تماما هو اللون التيل، او اللون اللي هو الازرق السماوي. ماشي، اللي هو بس هو مش ازرق قوي، هو ازرق سماوي مخضر سنه بسيطه. حلو، يعني قريب شويه للفيروزي مثلا، حاجه كده. فبالتالي لما تستخدم انت اللونين دول في الديزاين بتاعك، هتبقى انت كده عملت حاجه اسمها كومبليمنتري، مؤاخذه على الخط، يعني كومبليمنتري كالر باليت. ماشي، هي اللي بيبقى فيها لونين متقابلين او متضادين على الكالر ويل. وهنا الديزاينر استخدم المبدأ ده بشكل صايع جدا وبشكل قوي جدا، انه فعلا كل الالوان البوب او كل الالوان الساطعه او الالوان الدوميننت عامه في الديزاين عندنا، هي الاورنج اللي موجود في البرودكت، اللي موجود في الشيزلونج، اللي موجود في الشمسيه، اللي موجود كمان في التيبوجرافي، ومقابله اللون اللي مقابل ليه وهو التيل في السماء وفي البحر. والديزاينر هنا كمان بشكل قوي جدا مستخدم الالوان بنسب كويسه جدا. يعني ايه نسب كويسه جدا؟ يعني كنا اتكلمنا قبل كده على رول اسمها 60 30 10، ان انت تستخدم لون معين بنسبه 60% من الديزاين بتاعك، ولون تاني بنسبه 30%، ولون تاني بنسبه 10%. فهو هنا مستخدم النسب دي بشكل قوي جدا، مخلي اللون التيل او اللون الازرق السماوي واخد 60%،
مخلّي اللون يعني الرملي ده أو لون الرملة يعني واخد تقريبًا 30% والأورنج واخد 10%، ومحدد الأورنج في الأماكن اللي عايزك تبُص عليها، اللي هي الproduct، الشمسية، الأماكن اللي في النُص، اللي هي المنطقة المهمة actually يعني. تمام. فده النقطة التانية، نقطة الألوان إزاي استُخدمت وإيه اللي مخلّي الألوان هنا في الdesign ده حلوة بالشكل ده. طيب، تالت حاجة وهي الtypography. نخش على الtypography. الtypography عندنا واضح طبعًا وبسيط وما فيهوش لَك كتير، الراعي الرسمي للصيف. الفكرة أو المميز إن أنت ما تحطّش الtypography كده وخلاص. يعني هو كان ممكن ما يحطّش ال2 color spaces دي، تمام، اللي هم الحتتين اللون اللي ورا الtext، ولكن إضافة ال2 الحتتين دول، حتتين اللون دول، أولًا مقوية ومعززة الbranding بتاع الbrand ده أو الvisual identity بتاع الbrand، لأن الvisual identity هنا عشان نكون صُرحا ضعيفة شوية، لأن يعني غصب عنك مشهد بحر، وأي brand في الدنيا ممكن يعمل مشهد البحر ده، فبالتالي أنت إزاي آآ تبرز الvisual identity بتاعة ريتش بيك، إزاي تربط المشهد ده بريتش بيك عشان يبقى في بصمة نوعًا ما لريتش بيك. الtypography هنا هو اللي عمل يعني هو اللي قام بالدور ده باستخدام اللونين دول، اللونين بتوع الbrand وتوظيفهم مع الtypography بحيث إن هم من ناحية هم بيعملوا بيبرزوا الvisual identity، ومن ناحية هم بيخلّوا الtypography شكله مش مُمِل، شكله مش عادي، شكله فيه فيه touch كده، فيه حتّة decoration كده مخلّية العين برضه إيه، مستمتعة وهي بتقراه، مش مجرّد كتابة ملطوعة كده وخلاص. حلو. فدي نقطة الtypography. نقطة الlighting، إزاي الlighting هنا متوظّف. الlighting هنا قوي جدًا لإنه ناعم. يعني أكتر حاجة مميزة في الlighting هنا إنه ناعم جدًا، وفي نفس الوقت آمم هو مش ساطع لدرجة تأذيك. بمعنى إيه برضه؟ لو في أي حد أو في ناس كتير بتحاول مثلًا تrecreate مشهد بحر زي ده، في الغالب الإضاءة بتاعة المشهد بتبقى ساطعة جدًا، جدًا، بتخلّي في highlights على المنتجات أو الحاجات ساطعة جدًا، مؤذية للعين، وفي نفس الوقت بتcast أو بترمي shadows، بتكون shadows قوية جدًا برضه مضلّمة جدًا، فبالتالي الhigh contrast ده بيخلق tension على العين. هنا العكس تمامًا، هنا الإضاءة مع إن ده ممكن ما يكونش واقعي، ولكن ده الشيء الجمالي أكتر. تمام. آآ برضه على حسب طبعًا يعني إيه الuse case بتاعتك، ممكن تكون الuse case بتاعتك محتاجة الإضاءة الساطعة الshadows القوية، ولكن جماليًا لو جينا نتكلم جماليًا في 70% من الحالات مثلًا، ده الشكل الأحلى. إن التفاصيل عندك عشان تبقى واضحة، محتاج إن الإضاءة أو الhighlights ما تبقاش ساطعة over، والتفاصيل بتاعة الshadows أو الحاجات المضلّمة، الأجزاء المضلّمة عشان تبقى واضحة، محتاج إن الshadows ما تبقاش برضه مضلّمة over. حلو. وعلشان الdesign ككُل يدّيك إحساس بالراحة والهدوء الاستجمام والانسجام وهكذا، محتاج إن الإضاءة تكون ناعمة كده، بالشكل ده. حلو. ناعمة حتى في الخلفية، في تدرُّجها في الخلفية ناعم، تدرُّجها في المشهد ناعم، زي ما قُلنا الhighlights والshadows مش ما فيش بينهم contrast عالي جدًا، فده معزّز الإحساس بالاستجمام والأجازة والراحة وهكذا، وده مناسب برضه للbrand، مناسب لRich Bake لإن هو مش brand بتاع مصايف أصلًا، ولكن هم هنا وظّفوا المشهد أو وظّفوا الإضاءة في المشهد بحيث تخدم المشهد وتخدم الbrand. طيب، آخر نقطة وهي الtextures، ودي النقطة بصراحة يعني أنا شايف إنها قوية جدًا برضه جدًا في الdesign ده، ومن أكتر النُقط اللي مدّية له قوة. الtextures اللي في المشهد كُلّه حلوة جدًا. texture الرملة حلو، mix بين الجزء الخشن اللي بيبقى في الأول والجزء الناعم اللي بيبقى في الآخر مع الرملة المبلولة. الtexture بتاع الموج والبحر موجود مش ممسوح. الtexture في السما، السحاب، في الكلام دوّة موجود برضه مش ممسوح. فكل الtextures دي
مخلية المساحة الفاضية اللي اتكلمنا عليها في الكومبوزيشن مش مساحة مملة برضه، مساحة مازال فيها visual interest أو فيها حاجة يتبص عليها، تمام؟ فيها تفاصيل، وكل ما زادت التفاصيل بتاعة الtexture بتاعتك في الdesign كل ما كان الdesign أحلى. حلو؟ طيب دي كده خامس نقطة وهي الtextures. إيه بقى اللي عملناه دلوقتي؟ اللي عملناه إن إحنا حللنا الdesign وعملنا تغذية بصرية فعّالة. تغذية بصرية فعّالة يعني قدرنا إن إحنا نستخلص الconcepts ومواطن التميز اللي في الdesign، بحيث إن أنا لمّا آجي أعمل design تاني سواء عن نفس الفكرة design عن البحر برضه أو عن أي حاجة عامةً، هابقى حاطط في دماغي إنه والله الcomposition عشان يبقى مميز، عشان يبقى جذاب للعين، ما ينفعش يبقى مُمِل، ده concept أقدر أطبّقه على أي design هاشتغل عليه. والله عشان الألوان تبقى جذابة للعين محتاج إن أنا أستخدم color palette تكون بينها harmony سواء complementary أو أي طريقة تانية للharmony واستخدمها بريشيوز معينة ومضبوطة، فده concept أقدر إن أنا أستخدمه في أي حاجة. فده الفرق بين التغذية البصرية الفعّالة والتغذية البصرية العادية. العادية بتاخد الdesign بتبُص عليه الله شكله حلو وبتحاول تقلده وشكرًا. طب هتقدر تشتغل من غير reference؟ غالبًا لأ. خاصةً في العصر اللي إحنا فيه، عصر الAI والاستسهال والضغط والtimelines والdeadlines والزن بتاع الteam لو أنت شغال في team، فطبيعي يعني خلاص عليّا بإيه، هاخد الreference أبعته لChatGPT واخلّيه يعمل لي زيه ويبدل المنتج وخلاص، ولكن في النُص أنت بتخسر الquality الحاجات المميزة فعلًا اللي خلت الdesign ده actually مميز، فبتطلع معاك نسخة مشوهة من الحاجة الحلوة اللي كانت عاجباك، وده أنا شُفته. أنا في الأول بدأت إنه إيه الdesign ده أنا شُفته منحوت ومتقلد ومتكرر كتير جدًا، وقليل جدًا اللي كان مقلّده بشكل حلو، قليل جدًا، تمام؟ فده كان أول design. خلّينا نخش على الdesign اللي بعده. الdesign اللي بعده أنا حابب أخش في الdesign ده تحديدًا عشان عايز أتكلم على زاوية الكاميرا بتاعته. زاوية الكاميرا في الdesign ده واللي هي بتندرج تحت برضه الcomposition هي تقريبًا أقوى حاجة فيه، تمام؟ وليه هي أقوى حاجة فيه؟ ليه؟ لإن زاوية الكاميرا دي بتعمل حاجة اسمها pattern interruption. يعني إيه pattern interruption؟ معناها بالعربي هو كسر النمط، ماشي؟ كسر النمط. يعني ببساطة وأنت بتفِر في السوشيال ميديا، أنت مش متعوّد تشوف حاجة من الزاوية دي، حلو؟ كل الdesigns أو كل الصور اللي أنت بتشوفها على السوشيال ميديا صور عادية، فبيتكوّن جوّه دماغك كده نمط للصور اللي أنت عمّال تشوفها، بتتحفظ بمعنى أصح، خلاص دماغك متوقّع إن الصورة الجاية هيبقى شكلها كده، الصورة الجاية لمّا أفِر هيبقى شكلها كده، اللي بيحصل بقى إن أنت لمّا بتقلِّب وتشوف الشكل ده بيكسر عندك النمط اللي دماغك متوقعه، تمام؟ أو اللي دماغك مستنيه، فautomatically بتبدأ تركّز، automatically دماغك بيركّز في الdesign وبيبدأ ينتبه ليه ويتشد، مش هيقلّب بسرعة، حلو؟ فاللي عملته الزاوية دي هي كسر النمط، ولكن النقطة بقى اللي عايز أتكلّم عنها في الزاوية دي، حلو؟ الإفراط في استخدام أي حاجة مميزة طبيعي بتتحوّل لإيه؟ بتتحول لنمط جديد، تمام؟ الزاوية دي للأسف يعني بعد ما الreference ده اتشاف واتقلد مرّة و2 و3 بقت الناس كلّها خلاص معتمدة الزاوية دي، الزاوية اللي فيها warping شوية أو اللي بنقول عليها fish eye اللي هي في الحاجات القريبة من الكاميرا كبيرة أوي والحاجات اللي بعيدة صغيرة أوي والخلفية فيها تشوُّه شوية أو warping شوية، فاللي بنسميها fish eye، تمام؟ كل الناس بقت بتعمل fish eye. كل الناس بقت بتعمل آآ designs أو صور متصوّرة من extreme low angle، كل الناس بقت بتعمل صور آآ ال اسمها إيه، الجزء التحتاني من الكوتشي باين فيها. طَب هل ده أنت فاهم أنت بتعمل إيه؟ هل أنت عامل ده علشان تعمل pattern interruption والّا أنت بتقلد وخلاص؟
لان انت لو بتقلد وخلاص، فالحاجه المميزه اللي انت بتستخدمها دي، اللي هي زاويه الكاميرا المميزه دي، مش هتبقى مميزه خلاص، لان كلنا بنستخدمها، فبقت معتاده، ففقدت الميزه اللي انت بسببها استخدمتها. فدي نقطه يعني سايد نوت كده، بعيدا عن الديزاين، ولكن حبيت اكلمكم فيها. طيب، يبقى اول حاجه من حيث الكومبوزيشن، اكتر حاجه مميزه هنا زي ما قلنا الكاميرا انجل. ماشي، الكاميرا انجل اللي مخلياك قادر تشوف الطبخه مع المنتج مع الناس اللي في الديزاين مع المشهد ككل في لقطه واحده. حلو، كاميرا انجل مميزه جدا، وعامله باترن انتربشن زي ما قلنا. تاني حاجه وهي اللاي اوت. تمام، يعني ايه برضو، يعني ايه اللاي اوت، او ايه المميز في اللاي اوت هنا؟ المميز في اللاي اوت هنا انه رغم ان الحاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا، اليمنتس كتير جدا، تمام، الا ان انت مش متضايق ومش منزعج، وقادر انك تشوف كل حاجه بكلاريتي وبوضوح ومن غير آه، دوشه. حلو، وده ليه؟ لان لو جينا رسمنا كده خط وهمي كده وخط وهمي كده، هنلاقي ان الديزاين ده معتمد على حاجه بنسميها الداتش انجل. ماشي، وهي طريقه في التصوير ان الكومبوزيشن نفسه يبقى مايل كده، ولكن مايل مع وجود فوكال بوينت قويه جدا في منطقه التقاطع دي اللي هي فيها الطاسه. حلو، فبرغم ان الاليمنتس كتير، الا ان الديزاينر قدر ان هو يوزعها بطريقه من حيث التراتبيه او من حيث الهيراركي كويسه جدا. فانت اول حاجه عينك هتقع عليها هي الفوكال بوينت، فاللي هي فيها الطاسه وفيها الصوص. حلو، ثم بعد كده عينك هتمشي تلقائيا مع الصوص اللي بيتحرك ده الى المنتج، فدي تاني حاجه هتشوفها. وبعد كده الست، وبعد كده الراجل، واللي بيختم عندك الديزاين بتعبير وشه وتعبير ايده اللي مبين قد ايه هو مستمتع بالريحه. فبالتالي الرسالة هنا بقت وصلت من خلال الأربع محطات اللي في الديزاين، من خلال إن هو رتب الحاجة بشكل كويس. تمام، فهو هنا شاف فين الفوكال بوينت، وحط العنصر الأساسي اللي هو الأكل مع الصوص، وما حطش الصوص بشكل بشكل اي كلام وخلاص، لا، حط الصوص بشكل دايناميك، بشكل مميز جدا، بشكل يخطف العين ويعمل باترن انتربشن برضو. وفي نفس الوقت بيجايد العين بتاعتك ان هي اول ما هتشوف الطاسه وهتشوف الصوص هتمشي مع الصوص لحد المنتج. حلو، فترتيب الديزاين هنا من حيث اللي اوت قوي جدا جدا جدا. تالت حاجة وهي برضو النيجاتيف سبيس، ان هنا في توازن كويس جدا بين المساحة اللي فيها كتلة اللي هي النص اللي تحت يمين، والمساحة اللي فيها فراغ وهي النص اللي فوق شمال. كل ده فراغ بيخليك برضو ما تتشتتش عن الجزء المهم او الفوكال بوينت. يبقى المميز هنا الكاميرا انجل، اللاي اوت، والجريد اللي هو استخدمها، تمام، اللي هي جايه من الداتش انجل، والنيجاتيف سبيس. تمام، طيب، تاني حاجه وهي الالوان. الالوان هنا برضو الكلام فيها مباشر جدا وواضح جدا. نفس فكره استخدام ثلاث الوان بنسب معينه. هنا كل حاجه في الديزاين تقريبا واخده الوان البراند. الوان البراند ايه؟ احمر واصفر. فانت عندك الطاسه مليانه احمر واصفر، الصوص احمر، الست لابسه اصفر، والحاجات اللي مش احمر واصفر حتى، يعني السين اللي ورا اصفر بس بهتان، اللي هو بيج او كريمي او وات ايفر. حتى في حاجات صفرة، في اضاءات صفرة. فالحاجات اللي مش صفرة او حمراء، اللي هي مش الوان البراند، الوان دي ساتوريتد، الوان مش مشبعه، دي ساتوريتد، والوان غامقه شويه. تمام، دارك شويه، علشان ما تعملش تزاحم مع الالوان الفايبرنت الساتوريتد المشبعه جدا والبرايت جدا المنوره جدا والساطعه جدا بتاعه البراند.
حلو. ودي نقطه الالوان. ثالث نقطه وهي التيبوجرافي. طبعا هنا مفيش تيبوجرافي، ولكن لو كان في تيبوجرافي كان ممكن يتحط هنا مثلا. فهي يعني نقطه ناقصه ديزاين، ولكن هو ديزاين كده كده يعني مش محتاج تيبوجرافي اصلا. مش محتاج تيبوجرافي لان هو بيتكلم لوحده. من خلال ايه؟ من خلال زي ما قلنا تعبير وش الراجل، تعبير جسمه، تعبير وش الست. آه، وفكره يعني الذكاء هنا ان اخر محطه انت بتوصل لها في الديزاين هي اللي بتختم الرساله. فكانك مش بتشوف ديزاين، كانك بتقرا سيناريو، كانك بتقرا سكريبت، كانك بتقرا قصه. هو ده معنى الستوري تيلينج في الديزاين. الستوري تيلينج في الديزاين نقدر نلخصه في الديزاين ده، ان انت من غير كلام، من غير اي حاجه، انت فهمت ان المنتج ده، الصوص ده مخلي ريحه الاكل واو. تمام. لو كان الراجل ده مش موجود هنا، سواء ان هو مش موجود خالص او ان هو موجود في مكان تاني في الديزاين، فكان اللاي اوت هيبوظ، وبالتالي الريتم بتاع القصه اللي في الديزاين هيختلف تماما وهيختل تماما. فدي نقطه ادفانسد قوي 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 في الديزاين، محتاجين ان احنا يعني نذاكرها، نمسكها نذاكرها مذاكره عنيفه يعني. طيب النقطه اللي بعد كده كانت ايه؟ اللايتنج والتكستشر. اللايتنج هنا يعني ما فيهوش برضو كلام كتير. هو ببساطه موجه اللايتنج على المنتج. يعني اكتر نقطه ساطعه او منوره في الديزاين عندك هي النقطه بتاعت الحته دي، تمام، اللي هي فيها اللوجو، وطبعا الطاسه واي حاجه تانية ووش الست. فالفكره ان الاضاءه هنا آه، موجهه بشكل قوي جدا على النقطه اللي عايزك تبص عليها، وكل حاجه تانية ورا مظلمه اكتر. فعامل سيبريشن او عامل فصل بين الفور جراوند والباك جراوند من خلال الاضاءه. حلو. دي نقطه برضو مهمه جدا جدا جدا. ناس كتير من البيجنرز مش بيركزوا عليها، ان انت ما ينفعش يبقى الفور جراوند عندك، اللي هي النقطه المهمه، المكان اللي انا عايز ابص عليه، بنفس درجه السطوع او النور اللي في الخلفيه. ما ينفعش، لان هم كده هيتنافسوا مع بعض. لازم اللي في الخلفيه يبقى يعني مضلم اكتر سنه. تمام. لو طبعا السياق يعني ايه يسمح بده. طيب اخر نقطه وهي التكستشرز. ودي النقطه اللي برضو يعني ايه فشل كل اللي حاولوا يريكرييتوا الديزاين ده في ان هم يظبطوها، او مش كلهم، يعني خلينا نقول 90% بس. الديزاين ده انتوا اكيد شفتوه من برضو منحوت ومتقلد يعني 200 مره. اكتر نقطه فشلوا فيها ان هم يقلدوها هي التكستشرز. ليه؟ ليه؟ لان تكستشر الاكل هنا يعني يجوع لوحده. تمام. تكستشر الصوص، اللمعه بتاعته، انه لا هو يعني ايه، ما هوش سموز او شفاف بشكل زجاجي، ولا هو معتم بشكل يخوفك كانه بترول. لا، هو يعني في درجه من الشفافيه، في درجه من اللمعان. الملمس بتاع الاكل، اللمعان بتاع الاكل يجوع لوحده. البخار اللي طالع من الطاسه، الهايلايتس، تمام، الريفليكشنز، كل ده التكستشرز. الطاسه مليانه تكستشرز، مليانه تكستشرز. الازازه نفسها فيها تكستشرز. الست نفسها وشها فيه تكستشرز، تمام، شعرها فيه تكستشرز، الطاقيه اللي هي لابساها. المشهد مليان تكستشرز. والتكستشرز زي ما قلنا، كل ما كان المشهد بتاعك فيه تفاصيل اكتر، كل ما كان شكله احلى، كل ما كان شكله جذاب اكتر، كل ما كان شكله واقعي اكتر كمان. حلو. فنركز في التكستشرز يا جماعه بالله عليكم. الديزاين اللي بعده وهو ده. انا حابب اسالكم الاول، يعني مستفيدين باللي بنتكلم فيه، حاسين ان في حاجه جديده، مستمتعين باللي بنقوله؟ ايه الفيدباك بتاعكم؟ ايه رايكم حتى الان في اللي احنا بنقوله؟ يعني ممكن تكتبوا في الشات او تفتحوا المايك عادي وتتكلموا، ما فيهاش حاجه. شكرا يا عادل، ربنا يخليك. طيب خلينا نخش في الديزاين الثالث. الديزاين الثالث انا اخترته علشان هو مختلف.
وعلشان هو بيخدم فكرة الpattern interruption اللي إحنا اتكلمنا عليها، ولكن بشكل ذكي بقى. يعني إيه؟ يعني إحنا قُلنا إن أنت يا باشا عجبتك الزاوية دي عشان فيها pattern interruption، وحد قلّدها وحد تاني قلّدها، فعُزت أنت كمان تقلّدها، علشان هي شكلها جذاب. طيب، زي ما قُلنا الover use أو كترة الاستخدام لأي حاجة بتدمّرها، بتدمّر الميزة بتاعة الpattern interruption دي. فأنت إزاي تعمل pattern interruption من دماغك؟ إزاي تفكّر في الdesign حلو، وتخترع أنت طريقة تعمل بيها pattern interruption، ما تستناش حد تقلّده. ده مثال. هنا كان ممكن عادي الdesigner يحُط الكوباية على ترابيزة أو whatever، يعني أي ترابيزة، أي سطح، أي surface حلو، وعادي هتبقى شكلها حلو برضه، لإن هي كوباية حلوة جميلة ما فيهاش حاجة. ولكن هو هنا وكان ممكن يحُط مثلًا جنب الكوباية خوخة أو whatever المكونات، الخوخ مع القهوة وهكذا. ولكن هو قرر هنا يعمل exaggeration، يعمل حاجة اسمها مبالغة، ماشي؟ والمبالغة دي عمل exaggeration في الratios أو في النسب أو في اللي هي المنظور، حلو؟ خلّى الخوخة عملاقة، خلّى الكوباية نفسها واقفة على خوخة، وحواليها خوخ عملاق، مش مجرد خوخ صغير، لأ خوخ عملاق، حلو؟ والهدف من الexaggeration هنا إن هو أولًا بيعمل زي ما قُلنا pattern interruption، فأنت أول ما هتشوف الdesign هنا في الfeed تلقائيًا هتُقف. تاني حاجة هو بيعمل enforcement أو بيعزّز من الطعم، اللي عايز يقول لك إنه موجود جوّه الكوباية. أنا عايز أقول لك إن جوّه الكوباية دي طعمها خوخ حلو جدًا، فأنا إزاي هاوصّل لك ده؟ هو هنا وصّل ده بشكل ذكي جدًا من خلال التلاعب بالأحجام، فخلّى الخوخ اللي هو الelement أو الطعم اللي هو عايز يبرزه أهم حاجة في الصورة، وأكبر حاجة في الصورة، أكبر من المنتج ذات نفسه، حلو؟ فدي أول نقطة. طيب نخش في الترتيب بقى الطبيعي بتاعنا. الcomposition عندنا symmetrical عادي خالص وcentered، يعني الfocal point عندك في النُص، الكوباية في النُص، ما فيش أي إيه، لعبكة، يعني ما فيش افتكاسة، حلو؟ الافتكاسة الوحيدة اللي ممكن نقول إنها افتكاسة يعني، إنه الperspective هنا أو المنظور هنا من تحت low angle شوية، و3/4 view. 3/4 view دي اللي هو إيه، هو مش واخد مش مصوّر الكوباية من وشّها، مش من وشّها لأ، هو من الجنب شوية، ماشي؟ فالlow angle وال3/4 view دي مخلية الcomposition رغم إنه centered وsymmetrical، إلا إنه فيه حتّة dynamic وفيه حركة زي ما اتكلمنا قبل كده، تمام؟ وترتيب ال 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 الخوخ في الcomposition في الdesign عامةً متوازن بين إن أنت عندك هنا كتلة بصرية كبيرة جدًا، تمام؟ وعندك فوق كتلة بترُد عليها، ماشي؟ وعندك ورا هنا برضه إيه، كتلة طب ليه اللي ورا دول؟ يعني ليه اللي ورا موجودين؟ ماشي، ما إحنا عندنا خلاص كتلة بصرية تحت وكتلة بصرية فوق، ليه اللي ورا موجودين؟ هاقول لك، أنت لو شِلت اللي ورا الكتلة هتبقى موزونة برضه عادي، عادي يعني هُم مش وظيفتهم الأساسية مش الكتلة على قد ما، بس هي يعني هو بتساهم في الكتلة، ماشي، يعني هي بتساهم في الكتلة لإن مثلًا الكتلة اللي فوق دي أصغر من دي، فدول بيوازنوا دي معاها، يعني فاهمين قصدي؟ ولكن دورها الأساسي واللي أقدر أقول إن هي فعلًا بتضيفه للdesign هو العمق أو الdepth، ماشي؟ الdepth هو ببساطة إن أنت هنا مش شايف design flat، ما ينفعش الdesign بتاعك يبقى flat، حلو؟ فconcept إن أنت عندك خوخة في الforeground والخوخة دي يعني المكان بتاعها وحجمها يخلّيك تحس إنها ورا الكوباية شوية، وخوخة تانية وراها وblurred كمان شوية بحيث تبيّن لك المسافة، ماشي؟ كمان حبيبات القهوة اللي هنا دي واللي هنا دي برضه بيخدموا نفس الفكرة، إن هم يحسّسوك إن في مسافة ورا الكوباية، بيحسّسوك إن في عمق في التصميم، إنك مش شايف حاجة flat، تمام؟ وكل ما كان في عمق في التصميم، كل ما كان التصميم أحلى بكتير، حلو؟ فيبقى الcomposition هنا عندنا مميز
من حيث اللو انجل 3/4 فيو دي اللي مخلياه دايناميك شويه، ومميز من حيث الدبث، ماشي، ومميز من حيث التلاعب بالاحجام اللي احنا اتكلمنا عليه، واللي مخلي الحاجه القويه يعني المهمه اللي عايزك فعلا، اصل انت مش هتستطعم من الصوره، حلو، فانت ازاي بقى هتخلي الواحد يحس الطعم بصريا بالتريكات اللي زي دي؟ ماشي. هو هنا التلاعب بالسايز من ضمن ده يندرج تحت الكومبوزيشن، عمل الوظيفه دي. طيب الالوان، ماشي، الالوان الالوان هنا معتمده على color harmony، بنسميها انالوجس، ماشي. وهي ببساطه انه الالوان اللي مستخدمه في الديزاين قريبه من بعض. هي مش مونوكروماتيك انه كله لون واحد، ولكن هي درجات مختلفه او هيوز مختلفه جنب بعض. ف ليه؟ لا، طب ليه يعني ليه اختار الانالوجس؟ علشان زي ما بقول لك هو عايز يبرز الطعم. انا عايز احسسك بالطعم اكتر من خلال العين، حلو. فهو خد طعم الخوخ، سوري، لون الخوخ. طبعا الخوخ نفسه هو اصلا يعني العنصر الاساسي في مالي الديزاين، فلونه مالي الديزاين، وكمان لون البرودكت نفسه قريب منه، وكمان لون الخلفيه، النص ده من الخلفيه لون برضو قريب منه، حلو. ولكن هو هنا قرر يدخل لون اكسترا علشان يكسر الرتابه او الملل، او ما يبقاش كله مونوكروم. لا، انا عايز برضو حته لون، اكسنت كلر، زي ما قلنا. آه، قاعده 60 30 10 دي لازم يبقى عندك اكسنت كلر، لان الاكسنت كلر هو اللي هيخلي يعني وجود الاكسنت كلر الازرق ده هنا في المنطقه دي تحديدا هو اللي خلاني ابص على المنطقه دي تحديدا الاول، مع وجود طبعا برضو اللوجو اللي بيسيرف از نقطه كونتراست قويه جدا بتشد العين برضو من اول مره. فالاكسنت كلر اللي هنا مع الاكسنت كلر اللي في اللوجو اللي هو الابيض بيشدوا العين اكتر ناحيه الجزء ده، ماشي، وبيكسروا ايه الملل. فدي نقطه الكالرز. ثالث نقطه وهي التيبوجرافي. برضو هنا مفيش تيبوجرافي، ولكن ارجع اقول لك هو مش محتاج تيبوجرافي. هو الديزاين فيه فيجوال ستوري تيلينج قوي جدا 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 من خلال الكومبوزيشن بس، تمام. وهي دي يا جماعه شطاره الديزاينر، هي يعني هو ده اكشلي دور الديزاينر، ان هو من خلال الادوات البصريه بتاعته، تمام، والمبادئ، مبادئ الديزاين، ان هو يحكي قصه او يحكي حكايه من خلال الرؤيه، من خلال المشهد بس. ما يبقاش محتاج تحط تكست اصلا. لو حطيت تكست فهو بيزود المعنى، خير وبركه، ولكن لو ما حطيتش تكست المشهد نفسه محتاج يقول حاجه، تمام. ثالث او رابع حاجه وهي اللايتنج. فاللايتنج هنا مشابه شويه ليه اللايتنج اللي كان في اول مشهد خالص، او اول ديزاين خالص، ديفيوزد، ناعم، متوزع بهدوء في الديزاين ككل. وبالتالي بيرسخ اكتر برضو الاحساس بايه بالاستجمام والهدوء والراحه والحاجات الحلوه دي، ماشي. اخر حاجه وهي التكستشرز. مش محتاج اتكلم برضو عن التكستشرز. يعني انت اول حاجه بتشوفها تكستشر الخوخ، تاني حاجه بتشوفها تكستشر التلج. طبعا يعني هنا الكواليتي مش احسن حاجه، ولكن لو شفته على التليفون هتلاحظ التكستشرز كمان بتاعه التدخل بتاعه اللايرز جوه المشروب. يعني هو المشروب اصلا عباره عن لايرز، حلو. فانت شايف اللايرز بتاعه المشروب، التكستشر هنا قوي جدا جدا جدا. والتكستشر السموز بتاع سطح الكوبايه نفسها، والسموز بتاع التلج، عامل كونتراست حلو جدا مع التكستشر الفازي او اللي هو فيه اللي شبه القطيفه ده بتاع الخوخ، حلو. برضو الكونتراست في التكستشرز ده بيضيف يعني ثراء قوي جدا، ثراء بصري قوي جدا في الديزاين، ان انت يبقى عندك اكتر من تكستشر. زي ما اتكلمنا في حته الالوان الكومبلمنتري، برضو نفس القواعد تقريبا. يعني دي حاجه انا تقريبا يعني حابب ان انا اتكلم عنها اكتر في ممكن في فيديوهات جايه او في لايف سيشنز جايه. بس التكستشرز بجد يا جماعه ممكن يتحط لها رولز زي الالوان كده. ممكن يبقى فيه تكستشر هارمونيز، وانك تستخدم تكستشرز متقابله مع بعض
ده بيدّي تقريبًا نفس النتيجة بتاعة إنّك تستخدم ألوان متقابلة مع بعض. نفس المتعة البصرية اللي بتوفّرها الألوان المتقابلة أو الcomplementary برضه تنفع تتطبّق على الtextures ماشي؟ فده كده الdesign ده التالت. خُش على الdesign الرابع معانا. وأنا اخترت الdesign ده علشان أنا عايز أتكلّم عن إيه اللي بيخلّي الdesign يبقى شكله luxurious ماشي؟ إيه اللي يخلّي design شكله شيك وفخم؟ مع إن هو ممكن نفس المنتج ده لو اتعرض بشكل تاني ما يبقاش شكله شيك ولا فخم ماشي؟ أول حاجة الcomposition. الcomposition هنا برضه زي الdesign اللي فات symmetrical. لإن أنت لو رسمت خط وهمي كده بالطول هتلاقي إن النُص اليمين تقريبًا زي النُص الشمال ماشي؟ ما فيش إيه لعبكة. ولكن هو هنا معتمد على الrule of thirds. حاطط الproduct أو الكرسي في التِلت ده وسايب التِلت اللي فوق negative space علشان يحط فيها الtypography ماشي. فده الcomposition. ما فيش حاجة مميزة أوي في الcomposition هنا ما قُلناش عنها قبل كده. بس الحاجة اللي ممكن أقولها مثلًا إنه الpattern اللي على المنتج نفسه اللي هو الخطوط اللي بالطول دي ماشية كويس أوي مع الأرضية. إنها الأرضية عشان أفقية والخطوط دي بالطول ففي بينهم تعامد. فده عامل effect لذيذ جدًا زي الcomposition أو التعامد اللي كان حاصل في أول design خالص اتكلمنا عليه ماشي. والستاير اللي ورا مثلًا، الستاير اللي ورا فيها تفصيلة بسيطة كده فيها برضه إيه تنايات نازلة لتحت. فالpattern اللي ورا الخفيف ده ماشي كويس أوي مع الpattern اللي في الكرسي. عاملين يعني توازن كويس مع الخط اللي بالعرض اللي هو خط الأرض تمام. فمخلّيين الcomposition برضه رغم إنه symmetrical إلا إنه مش مُمِل ماشي. دي أول حاجة. تاني حاجة الألوان. الألوان هنا آآ مركّزة على إنها ما تنافسش المنتج وفي نفس الوقت تبرز فخامته ماشي. إزاي الكلام ده؟ إننا برضه عندنا الcolor palette هنا ماشية بالharmony بتاعة الanalogus ماشي. فمديّة مخلّية المشهد كُلّه روح واحدة. مخلّية المشهد كُلّه بنفس الtone ماشي. والفكرة هنا إنه الخلفية مثلًا مضلِّمة علشان ما تخطفش العين أو النور من المنتج. الأرضية برضه مضلِّمة. حتى اللون البسيط اللي هنا اللي هو في يعني القصرية أو الpot بتاعة الزرع دي لون باهت. لون رصاصي. لون ما يخطفش العين إطلاقًا عن المنتج الرئيسي أو الكرسي حلو. والألوان اللي هي بتروح في حتة الdark wine الأحمر الغامق، البرجندي الغامق وهكذا. تلقائيًا يعني بتدّي إحساس بالفخامة وبتدّي إحساس بالluxury عالي جدًا تمام. في مقابل ده بقى الألوان بتاعة الtypography. بس دي خلّينا نتكلم عنها في نقطة الtypography. إحنا كده اتكلمنا عن الألوان ما فيهاش كلام كتير. بس الtypography ممكن يبقى فيها كلام كتير شوية. الtypography أولًا لون الtypography نفسه لون صارخ. لون بيشد العين وبيلفت الانتباه. لإن هو تقريبًا اللون الوحيد الساطع. هو لون مش saturated مش مُشبّع. هو لون باهت شوية وده مخلّيه برضه شكله luxurious أكتر. الألوان الsaturated المُشبّعة الvibrant اللي هي زاهية كده مزهزهة تلقائيًا بتسقط يعني بتُقع من اختبار الluxury تمام. تلقائيًا مش بتقول luxury. فعلى العكس هنا الألوان اللون بتاع الtypography دي saturated أو باهت شوية علشان يأكد إحساس الluxury ده. وفي نفس الوقت هو ساطع أو منوّر علشان يتشاف بسهولة. واختيار الfont هنا ذكي جدًا تمام. لإن أولًا font serif من عيلة الserif يعني. فتلقائيًا شكله شيك. تلقائيًا شكله luxury تمام. في نفس الوقت هو font طويل. وإحنا في الcomposition كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن الخطوط بتاعة المنتج أو الكرسي مع الخطوط بتاعة الستارة
عاملين ماتش مع بعض ومخليين وعاملين ماتش مع او يعني عاملين تقاطع مع الايه الارض. حلو. فبرضو اختيار الفونت هنا ان هو يكون فونت طويل ورفيع، الخطوط بتاعته بتماتش الخطوط بتاعت المنتج، بتماتش الخطوط بتاعت الستاره، فمخليه اتجاه الديزاين ككل رايح في نفس الاتجاه، رايح كده تحت. الخطوط الرئيسيه دي عامه لو كانت اتقطعت هنا، لو كان التكست هنا يعني اتجاهه بالعرض مش بالطول، كان هيكسر الباترن. بس وجود الباترن اللي هو الخطوط اللي بالطول ده آم، مخلي كمان الديزاين كله ايه، روح واحده، مخليك كوهيسيف، مخليك مش حاسس انك في حاجه بتقطعك في النص. تمام. فده اوتوماتيكلي بيخليك تبص للديزاين باريحيه اكتر. اخر حاجه وهي ال لا سوري، الحاجه اللي قبل الاخيره، اللايتنج. اللايتنج لاكجري يعني لو كي لايتنج. لو كي اللي هو كي اللي هو زي مفتاح. اللو كي لايتنج اللي هو ببساطه ان الاضاءه عندك ما تبقاش ساطعه، ما تبقاش قويه. تمام. وتبقى دايركتد او تبقى موجهه على الحته اللي انت عايز تشوفها بس. ماشي. حاجه بنسميها سيلكتيف illumination، اللي هي اضاءه يعني اختياريه. ماشي. اضاءه سيلكتيف هي بتسلكت الحته اللي انت عايزها بس. ماشي. واستخدام الضوء والظل هنا بيديك احساس بحجم المنتج. يعني ايه؟ يعني لو كان النور مش جاي من الناحيه، احنا طبعا شايفين ان النور جاي من الناحيه دي لان في نور هنا وفي ظل هنا، فالنور جاي من الناحيه دي. حلو. لو كان النور جاي من الوش، لو كان النور جاي من الوش على وش الكرسي، كان هيبقى وش الكرسي كله منور بنفس الدرجه. فده هيخليك مش حاسس بمدى العمق بتاع الكرسي. ولكن الاضاءه اللي جايه من هنا ومخليه في ظل هنا ونور هنا، مدياك احساس بعمق الكرسي ومدياك احساس بالشكل ال 3 دي بتاعه. تمام. فده بيسيرف برضو او بيخدم نقطه الدبث اللي اتكلمنا عليها في الديزاين اللي فات. تمام. انتوا حتى الان اكيد يعني ملاحظين ان تقريبا نفس الحاجات اللي بنتكلم عليها، نفس الكونسبت بتتكرر في كل الديزاينز الحلوه. هي فعلا المساله مش كيمياء، يعني هي مش يعني مش علوم فضاء. هم شويه كونسبتس لو ذاكرتهم كويس واستغلتهم كويس هتطلع ديزاينز حلوه جدا من غير مجهود. تمام. فدي نقطه اللايتنج. اخر حاجه وهي التكستشرز، مش محتاج اتكلم طبعا. التكستشر بتاع الكرسي هنا طاغي جدا وقوي جدا، يعني ومكمله بقى ايه التكستشر اللي في الارض، التكستشر اللي في الستاره بسيط ده، التكستشر اللي في البوت بتاعت الزرع. ولو واخدين بالكم التكستشر بتاع الاضاءه نفسه، يعني في تكستشر الاضاءه، الاضاءه نفسها محببه. لو لاحظتوا في هايلايتس، تحبيب كده هنا شويه وهنا شويه. فاللايتنج نفسه، الاضاءه نفسها فيها تكستشر، فالمشهد غني بالتكستشرز اللي هي الغنيه، يعني التكستشر نفسها غاليه. القطيفه والحاجات دي تكستشرز في حد ذاتها غاليه اصلا. تمام. فبتسيرف في الاخر انها تبين الديزاين لاكجري اكتر اكتر بكتير كمان. ده الديزاين ده. الديزاين الخامس وهو ده ما فيهوش كلام كتير مختلف عن اللي قلناه. حلو. هو برضو سيمتريكال وسنترد ومعتمد على الرول اوف ثيردز. المنتج عندك في التلت اللي تحت، التكست في التلت اللي فوق، زي الديزاين اللي فات بالظبط. ومستخدم هنا الكومبلمنتري كولر باليت علشان يبرز المنتج اكتر. فانت عندك لون المنتج ايه؟ اورنج. ماشي. يبقى كل حاجه في السين حواليك هنخليها اللون المعاكس لده تماما، بحيث ان المنتج يبوب او يعني كانه بينط كده من الصوره. تمام. ومعانا اكسنت كلر صغير خالص هنا كده، اللي هو الاخضر بتاع الزرع ده، عشان بس ايه نكسر بيه الملل. والكومبوزيشن هنا كمان كاسر الملل بتاع السنتر
السنترد والسيمتريكال كومبوزيشن احنا قلنا ان هو باي ديفولت ممل، فانت لازم تكسر الملل ده بحاجه. ماشي. فهو كسر الملل هنا بالخطوط المايله دي، الخط المايل بتاع الشبكه، الخط المايل اللي على الارض، الخط المايل اللي هنا ده بتاع السياج دوت، الخط المايل بتاع الزرع نفسه، المضرب اللي ورا عامل خط مايل برضو، عامل خط بالعرض كده. تمام. فالخطوط دي كلها كسره الملل بتاع الكومبوزيشن. تمام. ده من ناحيه الكومبوزيشن. تاني حاجه وهي الالوان، احنا اوريدي اتكلمنا عليها ان الالوان هنا كومبلمنتري واستخدامها هنا مميز جدا. تالت حاجه وهي التيبوجرافي، والتيبوجرافي هنا مخدوم. التيبوجرافي هنا زي ما احنا شايفين فيه ديكوريشنز، فيه ديتيلز، فيه حاجات. هو اولا اصلا كمان اختيار الفونت حلو جدا، يعني اختيار الفونت نفسه ذكي جدا، ان هو فونت بلايفول شويه، مرح شويه، يحسسك بالصيف. تمام، لايق على جو الصيف من الاخر. فهو هنا كمان معزز ده، من انه مخليه ووربد او يعني متني كده، فشكله مش ريجيد، او مش اسمها ايه، مش مستقر. شكله بلايفول برضه، شكله لعبي، شكله مرح حلو. وفي نفس الوقت مزود له الدودلز، او اللي هي الحاجات الديكوريشنز دي، عشان يعزز من الاحساس الصيفي بتاعه. فالتكست في الديزاين مش مجرد تكست بنكتبه وخلاص، او مش مجرد تي او في بنكتبه وخلاص، لا احنا لازم التكست والتي او في هو نفسه في حد ذاته ينطق بالروح اللي احنا عايزين نوصلها من خلال الديزاين. تمام. رابع حاجه وهي اللايتنج. هو ما يختلفش كتير عن اللايتنج بتاع اول واحد خالص. اللايتنج عندنا ناعم، آه، دافي شويه عشان يوصل لك برضو احساس بالصيف، برايت ومنور عشان آم، يوصل لك احساس بالايه، بالنشاط وهكذا. ولاحظوا انه السماء رغم ان في نور هنا، الا ان السماء مش منوره. ودي نقطه برضو زي ما قلنا في اول ديزاين خالص، انها ممكن ما تكونش واقعيه، ولكنها جماليه بشكل كبير. فهو السماء هنا غامقه علشان تماتش اللون اللي احنا اتكلمنا ان هو يبقى كومبلمنتري. تمام، لازم السماء تبقى غامقه عشان تبقى ازرق غامق، عشان يبقى كومبلمنتري ليه اللون بتاع المنتج. وفي نفس الوقت زي ما قلنا الخلفيه ما ينفعش تبقى منوره بزياده. تمام، علشان ما تخطفش العين عن الفوكال بوينت اللي انت عايز العين ايه تروح عليها الاول. دي نقطه اللايتنج. نقطة التكستشرز، فبرضو التكستشر هنا بتاع الأرضية بتاعة الملعب حلو جدا، حلو جدا جدا. التكستشر بتاع حبيبات المية والسقوعية كده اللي على الكوباية، والشكل اللايرز اللي جوه الكوباية أو الكراميل اللي جوه الكوباية، برضو حلو جدا وبيملى العين يعني. نفس الكلام التكستشرز، التكستشر الزرع اللي ورا، الباترن بتاع الشبكة ديت، التكستشر بتاع السماء. المشهد مليان تكستشرز، وده مخليه جذاب اكتر بكتير. الديزاين اللي بعده هو ده. وانا حبيت يعني ارجع لحته الباترن انتربشن. ده مثال برضو قوي جدا للباترن انتربشن. انت عندك مشهد يعني اقرب ما يكون للسريالي. تمام. هو هنا بيلعب في حته الحجم برضو، هنخلي حجم المنتج كبير جدا. ماشي، اكبر من البنت، لدرجه ان البنت شايفين شايلاه ازاي. فتلقائيا الديزاين ده عمل باترن انتربشن من غير ما يقلد حد، من غير ما يقلد نفس الزاويه، من غير ما لا هو بفكره. تمام. و الكومبوزيشن هنا عامه مش مختلف عن اللي اتكلمنا عليه قبل كده. هو برضو سنترد وسيمتريكال، ولكن هو كاسر الملل بتاع السيمتريكال من خلال الشكل بتاع الارض اللي هي الكيرفز دي بتاعت الارض، من خلال الزرعتين ثلاثه دول. تمام. عاملين كده ايه، كتله بصريه هنا مش موجوده هنا. فده عامل يعني خالق سيمتري بسيطه خالص. ماشي. وفي نفس الوقت البوز بتاع البنت، فالبوز بتاع البنت مش واقفه ثابته. ورغم ان هي واقفه في النص والبرودكت متسنتر وبتاع، الا ان الشكل ككل مش ممل، لان في حركه، في شكل البنت بتتحرك، البرودكت مايل كده شويه، الاكسبريشن بتاع وشها مميز جدا وخطاف للعين. ففي حركه في الديزاين مخلياه مش ممل من حيث الكومبوزيشن. حلو.
ومن حيث اللي اوت او الفوكال بوينتس او كده، فهو معتمد زي ما قلنا على ان هو سيمتريكال، فكل حاجه كده كده موجوده في خط النص، فكل حاجه كده كده برضو كل الحاجات المهمه موجوده على الفوكال بوينتس عادي خالص اللي في النص. وهو هنا مستخدم الرول اوف ثيردز في ان هو يخلق مساحه كبيره فاضيه للمنتج. هو مدي هنا تلتين الديزاين مساحه للمنتج لوحده، تمام، والتلت التاني نقدر نقول ايه، مساحه سبورت للمنتج. ماشي. فده من حيث الكومبوزيشن. من حيث الالوان، هو هنا مختار برضو الوان كومبليمنتري للون الاحمر ده، اللون الاخضر، واللون اللي هو السماوي الباهت خالص دوت. ماشي. فدي الوان كومبليمنتري للون الاحمر. ومختار للبنت لون بينك. طب ليه مختار لون بينك؟ اولا اللون البينك قريب للاحمر، فبالتالي تقدر تشوف الكتله، لان انت كده كده هتشوف الكتله دي على بعضها. حلو. يعني انت كده كده هتشوف المنتج مع البنت، فما ينفعش بقى البنت تكون منفصله لونيا عن المنتج. فاهمين الفكره؟ يعني ده عنصر لوحده، الارض عنصر لوحده، السماء عنصر لوحدها، لكن البنت والمنتج نقدر نقول ان هو عنصر واحد ككل. فما ينفعش البنت تبقى منفصله لونيا عن المنتج، فعشان كده اختار لها لون قريب من المنتج. حلو. ولكنه لون آه، مش خطاف او مش جذاب زي لون المنتج، عشان هي نفسها ما تخطفش العين اكتر من المنتج. تمام. شايفين فاهمين الفكره ازاي؟ في نفس الوقت اللون بتاع الخلفيه علشان يعتبر كومبلمنتري، فعامل كونتراست عالي جدا جدا، ومخلي المنتج واضح بشكل يعني لا يقبل الشك. واللون اللي في الارضيه برضو لون هادي، ما بينافسش الوان المنتج نهائي. وفي نفس الوقت لانه كومبلمنتري مخلي الكالر باليت ككل آه، مريحه للعين وجذابه. تمام. من حيث التيبوجرافي، هو ما فيهوش تيبوجرافي، ولكن خلاص بقى احنا فهمنا في ستوري تيلينج، فدي في حد ذاتها كافيه. النقطه اللي بعدها اللايتنج. هو برضو اللايتنج بتاعه قريب شويه لللايتنج بتاع الديزاين اللي فات، انه ناعم ومتوزع وهادي والكلام ده كله. فبالتالي يعني ايه، مدي احساس بالراحه والحاجات دي، وده بيماتش كويس قوي الالوان. انت هنا الوان خضراء والوان مريحه وبتاع، فانت عايز اللايتنج برضو يماتش الروح دي. تمام. من حيث التكستشرز، فالتكستشر بتاع الزرع هنا واضح جدا وحلو جدا. التكستشر بتاع الفستان، فهي مش لابسه فستان، مش لابسه اي فستان وخلاص، لا، لابسه فستان فيه تكستشر. تمام. فالتكستشر بتاع الفستان هنا لو لاحظتوا كمان ان هو شبه التكستشر او الشكل بتاع الفروت اللي على المنتج. تمام. فالهنتس البسيطه دي بتبقى صايعه قوي. يعني الهنتس البسيطه، هو هنا عايز يعزز ان المنتج ده معمول من الفاكهه الفلانيه، فراح حاططها كتكستشر في الفستان بتاع البنت. تمام. هنت او تفصيله تكايه ذكيه جدا. واستخدامها كتكستشر زي ما قلنا بيخلي الديزاين غني جدا، وبيقول انه ده من دي من غير ما يتكلم. اخر حاجه حبيت اختم بيها هو ده بتاع الديزاين ده بتاع كي اف سي. من حيث الكومبوزيشن، هو واخد الزاويه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي زاويه الفيش اي، اللي هي انت شايف كل حاجه في نفس الوقت من زاويه منخفضه وبتاع، والحاجات القريبه للعين اكبر، وهكذا. لان هو هدفه في الاخر حاجه واحده، يوريك المنتج. تمام. والديزاين ده بيعمل فيجوال ستوري تيلينج زي الديزاين بتاع الطاسه اللي فاتت. ليه او ازاي؟ لان انت علشان المنظور او يعني زاويه الكاميرا اللي هو استخدمها او الكومبوزيشن اللي هو استخدمه، اول حاجه هتشوفها تلقائيا المنتج نفسه او الفراخ نفسها. حلو. بعد كده هتروح على البنت، تعبير وش البنت بيقول لك انه طعمه حلو. حلو. فده نفس الفكره، انه تعبير وش الراجل في الديزاين بتاع الطاسه كان بيقول لك ان الحاجه دي حلوه. ده من حيث الكومبوزيشن. وهو هنا مستخدم حاجه اسمها بيراميدال كومبوزيشن او تكوين هرمي. ماشي. لو جينا يعني لاحظنا كده هنلاقي ان الشكل البنت هنا اتجاه ايديها مع راسها وهكذا
مع مكان الباكت ده. تمام. لو جينا رسمنا كده يعني خطوط بينهم، هنلاقي انه في مثلث، هنلاقي ان هو كله ده على شكل مثلث. فده اسمه بيراميدال او التكوين الهرمي. والتكوين ده حلو جدا. هو التكوين ده الذكاء فيه او المميز فيه انه سيمتريكال من غير ما يبقى ممل. تمام. ده التكوين الهرمي. من حيث الالوان، فهو هنا طبعا مش محتاجين نتكلم انه اللون الاحمر طاغي في كل حته، في الباكت، في لبس البنت، في في الديكوريشنز اللي ورا الاحمر والابيض بتوع الباكت. وعاملين كونتراست عالي جدا مع الاصفر او الذهبي بتاع الفراخ. ماشي. فالفراخ مخلين الفراخ كل ده مخلي الفراخ تبان بشكل قوي جدا، ومخلي الهويه البصريه بتاعه البراند عامه تبقى واضحه جدا وقويه جدا من غير جدال يعني. ده بالنسبه لاستخدام الالوان. بالنسبه لاستخدام التيبوجرافي، فالتيبوجرافي هنا ضعيفه شويه. هو كاتب يا دوب السلوجان مع اللوجو. آه، لان يعني خلاص هو الدنيا مش محتاجه. الفيجوال ستوري تيلينج قايم بالواجب. تمام. من حيث اللايتنج، فالاضاءه هنا وورم. الاضاءه هنا لما جت على المين اليمنت برضو ما كانش الهايلايتس ساطعه بزياده، وما كانش الشادوز غامقه بزياده. كانت الدنيا متوازنه بحيث ان الديتيلز كلها تبان. اخر حاجه وهي التكستشرز. مفيش هنا تكستشر قوي قد تكستشر الفراخ. وده المطلوب. ان انت في الاخر انت عايز زي ما قلنا، انت ازاي هتدوق اللي بيتفرج الفراخ من غير ما يدوقها من خلال الصوره؟ هتدوقها له من خلال اللون او الحاجه عامه. ازاي هتحسس اللي بيتفرج على الصوره بطعم او ريحه الحاجه من غير ما يدوقها او يشمها؟ من خلال الالوان، من خلال التكستشرز، وهكذا. فهو هنا اعتمد على التكستشر بتاع الفراخ ان هو يبقى اقوى تكستشر موجود. تمام. الباقي كله سموز، الباقي كله ما فيهوش تفاصيل، الباقي كله بليرد اصلا. ولكن ده علشان يخلق كونتراست يخليك تحس بطعم او تستشعر طعم الفراخ من غير ما تدوقها. حلو. وده كده اخر ديزاين معانا. فزي ما شفنا، انت بتعمل تغذيه بصريه، يعني بتهيألي انت لو جمعت بس السبع الكونسبتس اللي اتعلمناها من السبع ديزاينز دول، تقدر تعمل 100 ديزاين تاني من دماغك، من غير ما تنحت، من غير ما تقلد. هيبقوا كلهم حلوين جدا، كلهم. تمام. آه ومن ابداعك. فدي الطريقه اللي محتاجين نعمل بيها تغذيه بصريه بعد كده. انك تمسك الديزاين تفصصه من حيث مثلا الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم، او زود لو انت في حاجه تانية يعني اتعلمتها، في حاجه تانية قريت عنها، في حاجه تانية بتلاحظها. اه، زود. زود يعني فصص على قد ما تقدر في الديزاين. تمام. بحيث ان انت فعلا تقدر تطلع منه بمعلومه، ما تبقاش بتقلد وخلاص. حد عنده اي سؤال قبل ما نختم النهارده؟ محدش عنده اي سؤال؟ انا بستنى فقره الاسئله دي جدا والله يا جماعه. هل في ويب سايتس مختلفه عن المعروفه بنعمل منها تغذيه؟ إيه يعني مش عارف اقول لك ايه. هو للاسف كله بقى يعني واحد، مش كله بقى واحد. آم، انا بعمل التغذيه البصريه بتاعتي عادي من بنترست. الديزاينز دي كلها جايبه من بنترست. بس الفكره ان تدوري في بنترست على الحاجات المختلفه. وهو الخوارزميه بتاعته تلقائيا لو انت دورتي على حاجه مختلفه بيطلع لك حاجات مختلفه. فبتلاقي انه الفيد عندك عامه مختلف عن المعتاد. او انك مثلا ابدأي سرشي على بنترست على ديزاينز من دول تانية. ماشي. ديزاينز من اليابان، من الصين، من اي حته في اسيا، اي حته في امريكا اللاتينيه، من اسبانيا. كده يعني. لا لما تبعدي عن المساحه اللي حواليكي، تروحي مثلا تدوري على ديزاينز من دوله تانية، ممكن تلاقي حاجه مختلفه. الحاجه التانية على انستجرام مثلا او كده او السوشيال ميديا، ان انت السوشيال ميديا بتاعتك
تكون هي نفسها تغذية بصرية، بإنِّك تتابعي براندات حتى لو مش مهتمة بيها يعني، بس تتابعي براندات لو الbrand مثلًا بيعمل designs حلوة فتابعيه، وابدئي استلهمي منها، وممكن مثلًا تخلّي عندِك 2 accounts account أنتِ بتاعِك العادي ال الdefault بتاعِك، وaccount تاني أنتِ عاملاه للتغذية البصرية بس، بتتابعي منه أي brand حلو بينزّل designs حلوة تابعيه، والdesigns الحلوة اللي ينزّلها اعملي منه تغذية بصرية، برضه أرجع وأقول لِك مش لازم يبقى brands عربية، لإن الbrands العربية كل الناس شغالين عليها كده بينحتوا من Pinterest فهنبقى في نفس الloop، فأنتِ ابدئي مثلًا إيه اعملي follow لbrands أجنبية أو حاجة زي كده، وفي الآخر يعني هي إيه نفس الconcept دي بعد فترة هتبدئي إن أنتِ خلاص يعني بقت كلّها يعني بقت الdesigns كلّها بالنسبة لِك شبه بعض في الآخر يعني، بس ده بعد يعني فترة يعني من التغذية. شكرًا جدًا ليكم يا جماعة النهارده، وطبعًا لو حد عنده أي أسئلة تانية ممكن يبعتها على الجروب، و لو استفدتوا النهارده لو يعني مش عارف في منكم قد إيه ممكن يكون حاضر النهارده أول مرّة أو مين كان حاضر معانا الsession اللي فاتت، ف عامةً لو استفدتوا من ال2 sessions دول فإن شاء الله ممكن يبقى في قريب جدًا آآ مساحة مخصوصة هنبقى بنعمل عليها sessions بشكل دوري، المساحة دي هتبقى مدفوعة باشتراك، ولكن هيبقى اشتراك رمزي يعني، والفكرة يعني إن إحنا نقدر من خلالها إن إحنا نعمل sessions زي كده بشكل دوري، بشكل مستمر على مدار الشهر دايمًا، ويبقى في بيننا engagement أكتر كمان في مسألة تحديد المواضيع اللي هنتكلم عنها في الsessions بحيث إنه لو أنت حد حاسس إنه أنت مش لاقي الكورس المناسب ليك، حاسس إنه مثلًا طَب أنا اتعلمت الأدوات بس still الكورسات اللي موجودة في السوق مش بتقدّم لي المعلومات اللي أنا محتاجها، فأنا شايف إنه الsessions اللي زي كده هتبقى مناسبة ليك أكتر، إنك تاخد منها المعلومات اللي أنت محتاجها، فأنت مش مرتبط بمنهج معيّن، أنت مش مرتبط يعني بمجال محدد، لأ إحنا ممكن في الsessions دي نتكلم عن كذا حاجة، عن حاجات كتير جدًا، في مجالات متنوعة جدًا، في مجالات الdesign أو الvisual communication عامةً، ف لو استفدتوا من ال2 sessions دول ممكن تقولوا لي على الجروب برضه، ولو في feedback كويس عن الموضوع ده، ممكن إن شاء الله نبدأ الspace دي في وقت قريب بإذن الله. شكرًا لكم مرة تانية، واستنونا بقى إيه في sessions جديدة.